بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. رخام سيلفا خضرة اللي أنا طبعا على طول بقول عيوبها، بس أنا مش بعمل فيديو علشان أقول العيوب بتاعتها، لأن أنا زهقت من كتر ما بقول العيوب بتاعتها. بس الناس بتحب الحاجة الفيك، قليل اللي بقى يقدر الأصيل. زي ما حضراتكم شايفين التلابيس على حتة واحدة، ومش هعمل زي الإخوة الأفاضل اللي كانوا بيطلعوا يشرحوا إزاي تعملها، وتبص على الفيديوهات بتاعتهم تلاقي برضو في حاجة ناقصة. بداية التلبيسة فين؟ نهايتها فين؟ تاخد المقاس ازاي؟ البداية لو في درجة مش مظبوطة هتظبط شغلك ازاي؟ الكلام ده كله بقى لو حد عايز يعرف الفكرة بتاعت التلابيس المايلة اللي على حتة واحدة، يدور على رقمي في القناة ويكلمني، هدله على كل حاجة. بس بصراحة مفيش أحلى من التجربة نفسها، إن أنت تاخد المقاس وتضرب العلام بتاعك واحدة واحدة، هتلاقي كل حاجة زي الفل. بسم الله ما شاء الله، الشغل جميل. التشطيب يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين البسطة بتاعت الأرضية على حتة واحدة. والله العظيم ده حصل بكل عفوية 3 سنتي. بس الغريب في الحكاية دي ان انت عملت الشغل ومية مية وعشرة على عشرة، وفي الاخر طلع مفيش تقدير بقى، وحوار غريب كده. ما علينا بقى، الله يبارك لك يا معلم فرج. انا قلت اصور، كان الشغل ده تقريبا من بتاع اسبوعين ولا حاجة. انا قلت اصور التلابيس اللي على حتة واحدة علشان كان شكلها كويس، والارضية اللي على حتة واحدة دي كانت عجباني فعلا. بس هي الفكرة التقدير اهم حاجة، ما يخسرناش كتير كده. الشغل انا بصور، كانت يعني ما كانش في وقت حتى اصور، بس عجبتني الفكرة فنفذتها. وبسم الله ما شاء الله، درج تنفيذي المعلم فرج. كل واحد فينا خد ايه شوية شغل كده قاعد يعمله. وهنا برضو الدرج ده المعلم فرج كان مركبه. رحت انا عامل برضو التلابيس ده تقريبا 5 متر على 3 حتت، مسافة طويلة، 14 درجة على حتة واحدة، داخلة بيت في الأرياف. ده سلومة حبيبي ابني الوسطاني. كنا خلصنا الشغل بس بالمنظر الروعة ده بصراحة. الفكرة بتاعت التلبيسة اللي حتة واحدة بصراحة حلوة، بس لما تلاقي حد يقدرك فيها، يعني ما تعملهاش لأي حد عشان ما تندمش. بسم الله ما شاء الله، الخامة رويال. ده مدخل البيت. فيا رب يا رب يكون الشغل يعني ايه بيلاقي استحسان، حتى لو ما فيش ارباح ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا اي حاجة. يكفي دعوة حلوة، كلمة طيبة، بس يعني ده اللي الواحد بيدور عليه. الحمد لله على نعمة ان الواحد بصحته بيشتغل وبيكسب، يعني بلا يوتيوب بلا فيسبوك بلا اي ارباح. كده احلى روقان، تقول اللي انت عايزه، ولا في قيود ولا ما قيودش. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.